السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بيكم أولى إعدادي. النهاردة هنحل أسئلة كتاب الامتحان على الدرس الثاني بالوحدة الثانية. الدرس بعنوان الدور الحضاري لمصر في قارة أفريقيا في عهد خلفاء محمد علي. الأسئلة هتبدأ معانا من صفحة 97. قبل ما أبدأ معاكم حبايبي أتمنى الاشتراك في القناة والدعم باللايك وتفعيل زر الجرس علشان قناتي تكبر بيكم وعلشان أي فيديو أنا أنزله يوصل لحضراتكم بكل سهولة. السؤال الأول معانا: أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة. أنشأ سعيد باشا للفصل فيها الخصومات المدنية والتجارية بالسودان مجالس الأقاليم. قام الخديوي إسماعيل باستكمال ما بدا محمد علي باشا وسعيد باشا في محاربة تجارة الرقيق بأفريقيا. أرسل الخديوي إسماعيل رحلات استكشافية في القارة الأفريقية وصلت إلى بحيرتي ألبرت وفاكتوريا. توسع الخديوي إسماعيل في زراعة القطن لدعم الصناعات التصديرية. السؤال اللي بعد كده معانا رقم 2. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. أن مستقبل مصر في أفريقيا. وردت المقولة السابقة على لسان أحد خلفاء محمد علي وهو إبراهيم باشا. أنشأ عباس باشا مدرسة ابتدائية بالسودان في مدينة الخرطوم. قام سعيد باشا بعزل الموظفين المعروفين بسوء المعاملة في السودان وكان ذلك ضمن الإصلاحات الإدارية. تم تقسيم السودان إلى 5 مديريات تتبع نظارة الداخلية بالقاهرة مباشرة على يد سعيد باشا. أقام سعيد باشا معسكرا على نهر السوباط لمنع تجارة الرقيق. أقام سعيد باشا، قلنا ده لمنع تجارة الرقيق. مش 6. أي من حكام مصر التاليين لم يهتم بالكشوف الجغرافية لأفريقيا؟ عباس الأول. اهتم الخديوي إسماعيل منذ أن تولى حكم البلاد بتوسيع حدود مصر الجنوبية. 8. تم اكتشاف الجهات الشرقية للحبشة والوصول إلى الصومال في عهد الخديوي إسماعيل. في عهد الخديوي إسماعيل كان يتم إرسال خريجي مدرسة الخرطوم إلى مصر. تم مد خط سكة حديدية بمحاذاة نهر النيل بالسودان في عهد الخديوي إسماعيل. 11. تم إنشاء إدارة للبريد في السودان عام 1873 بناء على أمر الخديوي إسماعيل بمدينة الخرطوم. أنشأ الخديوي إسماعيل فنار على خليج عدن في مدينة بربرة. واجهت مصر أثناء توسعها لاكتشاف أفريقيا العديد من المعوقات الطبيعية ويخرج عنها المصاعب المالية في مصر. السؤال رقم 3. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. وقال لنا إيه يا حبايبي مع التصويب، يعني حضرتك لازم تصوب الخطأ وتقول غلط. ليه؟ علشان تاخد درجتك كاملة. رقم 1. شهد عهد سعيد باشا زيادة في الرحلات الأوروبية لاكتشاف أفريقيا. طبعا العبارة صح. أعفى سعيد باشا أهالي السودان من الضرائب المتأخرة. صح. أمر سعيد باشا مدير الأقاليم بالسودان بحسن معاملة الأهالي وإقامة العدل بينهم. صح. أنشأ سعيد باشا المجالس العرفية لإشراك السودانيين في الحكم. صح. كانت المجالس العرفية التي أنشأها سعيد باشا بالسودان أحد الإصلاحات الاقتصادية. غلط. ليه؟ لأنها أحد الإصلاحات الإدارية وليس الاقتصادية. أكبر توسع منظم في أفريقيا للدولة المصرية كان على يد سعيد باشا، كان على يد الخديوي إسماعيل، يبقى العبارة خطأ. أكمل الخديوي إسماعيل ما بداه محمد علي وسعيد باشا في محاربة تجارة الرقيق في أفريقيا. صح. سعى الخديوي إسماعيل لتأكيد الوحدة الجغرافية. سعى الخديوي إسماعيل لتأكيد الوحدة الجغرافية والاقتصادية بين مصر ودول حوض النيل والشعوب الأفريقية. صح. أرسل عباس باشا عدة حملات ورحلات استكشافية إلى أفريقيا واستعان فيها بضباط أجانب ومصريين. غلط، لأنه مين؟ إسماعيل باشا. السؤال رقم 10. أنشأ الخديوي إسماعيل بعض المدارس والمكتبات العامة في السودان ومنطقة القرن الأفريقي. صح. اكتشف الخديوي إسماعيل الجهات الشرقية من الحبشة كما قام بإصلاح مجرى النيل جنوب وادي حلفا. العبارة معانا بتكون صح.
4 صوب ما تحته خط. أنشأ إبراهيم باشا ابن محمد علي مدرسة ابتدائية في مدينة الخرطوم. هنقول أنشأ عباس باشا الأول. قام سعيد باشا بتقسيم السودان إلى 5 مديريات وليس 7. قام سعيد باشا بتنظيم المواصلات والبريد بين مصر والسودان، فأنشأ محطات على مسافات محددة لتغيير دواب النقل. يبقى هنا هنشيل عباس باشا وهنكتب سعيد باشا، يبقى قام سعيد باشا بتنظيم المواصلات والبريد بين مصر والسودان، فأنشأ محطات على مسافات محددة لتغيير دواب النقل. أنشأ الخديوي إسماعيل 5 محافظات على الساحل الغربي لأفريقيا الشرقي وليس الغربي. أصلح الخديوي إسماعيل ترسانة الخرطوم التي أنشئت في عهد محمد علي وليس سعيد باشا. 5 اكتب ما تشير إليه كل عبارة من العبارات الآتية. اكتب ما تشير إليه كل عبارة من العبارات الآتية. مؤسسة بريطانية أرسلت عديد من البعثات الاستكشافية لكشف منابع النيل في عهد سعيد باشا. طبعا هنقول الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية. نظارة مصرية تتبعها المديريات السودانية في عهد سعيد باشا، دي نظارة الداخلية. تجمع من شخصيات ذات نفوذ لفض المنازعات بين الأفراد استنادا على الأعراف والتقاليد المتبعة المجالس العرفية. 4 منطقة في شرق أفريقيا أنشأ بها الخديوي إسماعيل بعض المدارس والمكتبات العامة. طبعا دي منطقة القرن الأفريقي. إدارة أسسها الخديوي إسماعيل فيها الخرطوم عام 1873 إدارة البريد. يبقى 1 هنكتب الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية. نظارة الداخلية، نظارة إيه الداخلية؟ المجالس العرفية، منطقة القرن الأفريقي، إدارة إيه؟ إدارة البريد. السؤال رقم 6 إلى من تنسب الأعمال الآتية؟ لم يهتم بالكشوف الجغرافية لأفريقيا إلا أنه أنشأ مدرسة ابتدائية في الخرطوم عباس باشا الأول. تولى نظارة المدرسة الابتدائية التي أنشأها عباس الأول بالسودان مين؟ رفاعة الطهطاوي. يبقى تولى نظارة المدرسة الابتدائية التي أنشأها عباس الأول بالسودان مين؟ رفاعة الطهطاوي. قررت السؤال ده لأن السؤال ده مهم وسؤال امتحانات. أنشأ مجالس الأقاليم بالسودان سعيد باشا. أدخل تعديلات على التقسيم الإداري للسودان فقام بتقسيمها إلى 12 مديرية، إلى 12 مديرية لكل منها عاصمة الخديوي إسماعيل. أحد خلفاء محمد علي أنشأ فنار في ميناء بربرة وقام ببناء رصيف للسفن الخديوي إسماعيل برضو. أسس إدارة للبريد بالخرطوم عام 1873 وأنشأ عديد من مكاتب التلغراف في السودان الخديوي إسماعيل. وصلت السيادة المصرية في عهده إلى مديرية خط الاستواء، إلى مديرية خط الاستواء الخديوي إسماعيل. أحد خلفاء محمد علي زادت أحوال مصر المالية سوءا في عهده الخديوي إسماعيل. يبقى معانا من 4 ل8 الخديوي إسماعيل، من 4 ل8 مين؟ الخديوي إسماعيل. السؤال اللي جاي رقم 7 ده مهم. حدد العنصر الغير مناسب فيما يلي موضحا السبب. انتشار المستنقعات، انتشار الأوبئة، سوء الأوضاع الداخلية لمصر، ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة. طبعا العنصر اللي غير مناسب للمجموعة اللي هو سوء الأوضاع الداخلية لمصر. ليه؟ لأنها من العوامل البشرية، لأنها من سوء الأوضاع الداخلية لمصر دي من العوامل البشرية. بينما باقي العناصر اللي هي انتشار المستنقعات وانتشار الأوبئة وارتفاع درجة الحرارة والرطوبة دي من العوامل الطبيعية، من العوامل الطبيعية. بعد كده رقم 2 تولى رفاعة الطهطاوي نظارة المدرسة الابتدائية بالخرطوم. إنشاء فنار على ميناء بربرة بساحل خليج عدن. تأسيس إدارة البريد في الخرطوم. تقسيم السودان إلى 12 مديرية. طبعا العنصر اللي غير مناسب للمجموعة اللي هو تولي رفاعة الطهطاوي نظارة المدرسة الابتدائية بالخرطوم، ده العنصر اللي غير مناسب. ليه؟ لأن هذا العنصر تم في عهد مين؟ عباس باشا الأول، بينما باقي العناصر في عهد الخديوي إسماعيل. يبقى لأن هذا العنصر تم في عهد مين؟ عباس باشا الأول، بينما باقي العناصر في عهد مين؟ في عهد الخديوي إسماعيل. رقم
رقم 8 رتب الأحداث التالية من القديم إلى الحديث. عايز أقدم حاجة إلى أحدث حاجة. أقدم حاجة إنشاء ترسانة الخرطوم، بعد كده إنشاء المدرسة الابتدائية بالخرطوم، بعد كده إقامة معسكر للجيش على نهر السوباط، وأحدث حاجة كانت معانا تقسيم السودان إداريا إلى 12 مديرية. يبقى 1 إنشاء ترسانة الخرطوم، 2 إنشاء المدرسة الابتدائية بالخرطوم، 3 إقامة معسكر للجيش على نهر السوباط، 4 تقسيم السودان إداريا إلى 12 مديرية. دي كانت معانا أحدث حاجة وأقدم حاجة إنشاء ترسانة الخرطوم. السؤال رقم 9 أسئلة بما تفسر. أول سؤال معانا: زيارة سعيد باشا للسودان عام 1857 بهدف دراسة أوضاعها وتحسين أحوالها وتنمية مواردها والاهتمام بشؤون المواطنين. يبقى بهدف دراسة أوضاعها وكمان وتحسين أحوالها وكمان وتنمية مواردها وكمان والاهتمام بشؤون المواطنين. إنشاء سعيد باشا المجالس العرفية في السودان. ليه؟ لإشراك السودانيين في حكم البلاد، لإشراك السودانيين في حكم بلادهم. طيب رقم 3 إنشاء سعيد باشا مجالس الأقاليم في السودان بهدف الفصل في الخصومات المدنية والتجارية. إقامة سعيد باشا معسكرا على نهر السوباط بهدف منع تجارة الرقيق. إقامة الخديوي إسماعيل لنقاط عسكرية في المناطق التي وصلت إليها الرحلات الاستكشافية بأفريقيا بهدف تأمينها وحمايتها ورفع العلم المصري عليه. يبقى بهدف تأمينها وحمايتها ورفع العلم المصري عليه. تاني بهدف تأمينها وكمان وحمايتها وكمان ورفع العلم المصري عليه. اهتمام الخديوي إسماعيل بالتوسع في زراعة القطن بالسودان، والسؤال ده مهم، لكي يدعم الصناعات التصديرية. ازدهار حركة التجارة في المناطق الأفريقية التي ضمها الخديوي إسماعيل للإمبراطورية المصرية. هنقول 1 بسبب استقرار الأمن في المناطق الأفريقية التي ضمها للإمبراطورية المصرية. طيب إيه كمان؟ إنشاء عديد من الطرق والمراكز التجارية المهمة. السؤال اللي معانا بعد كده رقم 10. بصي يا حبايبي، أنا هنا حليت أول سؤال على أساس بما تفسر، أول سؤال على أساس إيه؟ ما النتائج. بعد كده حليت الأسئلة على أساس اللي هي بما تفسر. فيعني دي غلطة أكيد طبعا مش مقصودة، فأنا الحمد لله اللي أنا خدت بالي منها قبل ما أنزل الفيديو أو قبل ما أصور الفيديو. ما النتائج التي ترتبت على إرسال الخديوي إسماعيل عدة حملات ورحلات استكشافية إلى أفريقيا؟ هنقول ترتب على ذلك توسيع حدود مصر نحو الجنوب، وإيه كمان؟ وضم عديد من المناطق. طيب إرسال خريجي مدرسة الخرطوم إلى مصر لإتمام دراستهم في عهد الخديوي إسماعيل. السؤال ده مهم وإجابته سهلة وبسيطة جدا. معانا صفحة 26. فين؟ في المفكرة وليس في كتاب الشرح. ليه في المفكرة؟ عشان المفكرة طبعا بتكون إجابتها مختصرة جدا عن كتاب الشرح. إجابة كتاب الشرح هياها بس طبعا بالشرح الطويل. طبعا عايز تفهم شرح الدرس لازم تدخل على فيديو الشرح الأول وبعد كده تدخل وتحل معايا الأسئلة. ما ينفعش أحل أسئلة الدرس من غير ما أدخل على فيديو الشرح أو أفهم الدرس على الأقل من المدرس بتاعي. يعني لازم أفهم الدرس كويس، سواء من خلال المدرس بتاعك بأي طريقة تفهم الدرس أو بأي وسيلة تفهم الدرس، وبعد كده تدخل تحل وتطبق معايا الأسئلة. كده مش هتنسى. إنما لو دخلت حليت الأسئلة على طول أي حاجة هتحلها تنسيها، لأن أنت مش فاهم، أنت بتحل بس. يبقى هنا قلنا صفحة 26 في المفكرة. ليه؟ لأن المفكرة بتكون إجابتها مختصرة جدا، هيها الإجابة بس باختصار شديد عن كتاب الشرح. هنقول ترتب على ذلك نبوغ عدد كبير من العلماء السودانيين في عدة مجالات كالهندسة والمساحة والتاريخ. يبقى ترتب على ذلك نبوغ عدد كبير من العلماء السودانيين في مجالات عديدة كالهندسة والمساحة والتاريخ. السؤال اللي بعد كده رقم 3. إصلاح الخديوي إسماعيل مجرى النيل جنوب وادي حلفة. هنقول أصبح صالحا لمرور السفن. عفوا يا حبايبي على الشخبطة، زي ما قلت لكم إن أنا حليت السؤال على أساس بما تفسر وليس من النتائج.
والحمد لله اللي أنا خدت بالي قبل ما أنزل الفيديو. يبقى هنقول أصبح صالحا لمرور السفن. 4 الأزمات المالية والسياسية في مصر خلال عهد الخديوي إسماعيل بالنسبة للكشوف الجغرافية بأفريقيا. هنقول توقف حركة الكشوف الجغرافية المصرية في أفريقيا، أو توقفت حركة الكشوف الجغرافية المصرية في أفريقيا. 5 وجود معوقات طبيعية وبشرية للكشوف الجغرافية المصرية بأفريقيا. وجود المعوقات دي توقف حركة الكشوف الجغرافية المصرية بأفريقيا، أو توقفت حركة برضو الكشوف الجغرافية المصرية في أفريقيا. يعني إجابة السؤال رقم 4 والسؤال رقم 5 إجابتهم واحدة، بس كل سؤال جاي بصيغة مختلفة. يعني الأزمات المالية والسياسية في مصر خلال عهد الخديوي إسماعيل بالنسبة للكشوف الجغرافية بأفريقيا، هنقول توقفت حركة الكشوف الجغرافية المصرية في أفريقيا. الصيغة التانية من السؤال وجود معوقات طبيعية وبشرية للكشوف الجغرافية المصرية بأفريقيا، هنقول برضو توقفت حركة أو توقف حركة الكشوف الجغرافية المصرية بإيه؟ في أفريقيا. السؤال اللي بعد كده معانا أسئلة دلل اللي على الدرس، وأسئلة دلل اللي على الدرس ده إجابتها بتكون بسيطة جدا وسهلة. دلل على صحة كل عبارة من العبارات الآتية. نشط في عهد سعيد باشا السباق الأوروبي لاستكشاف قارة أفريقيا واستغلال مواردها. هنقول حيث أرسلت الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية، الملكية إيه؟ البريطانية، عديد من البعثات الاستكشافية لكشف منابع نهر النيل، لكشف منابع نهر النيل. كان لسعيد باشا دورا إنسانيا في السودان، حيث أقام معسكرا على نهر السوباط لمنع تجارة الرقيق. اهتمام سعيد باشا بالإصلاحات الاجتماعية في السودان فيما يخص الضرائب. هنقول حيث قام بخفض الضرائب وتقسيمها، حيث قام بإيه؟ خفض الضرائب وتقسيمها، وإعفاء الأهالي من الضرائب المتأخرة، وإسقاط الضرائب عن الجنود. وإسقاط الضرائب عن مين؟ عن الجنود. السؤال رقم 4 انعكست النهضة العلمية بمصر في عهد الخديوي إسماعيل على السودان. والسؤال ده مهم برضو، معانا صفحة 27 في إيه؟ في المفكرة وليس في كتاب الشرح. هنقول حيث قام الخديوي إسماعيل ب1 إرسال المعلمين وعلماء الأزهر الشريف ليقوموا بالتدريس في المدارس والمكتبات العامة التي أنشأها في السودان، وإرسال خريجي مدرسة الخرطوم إلى مصر لإتمام دراستهم على نفقة الحكومة المصرية. رقم 5 اهتم الخديوي إسماعيل بالزراعة في السودان، حيث قام باستصلاح الأراضي الزراعية وإنشاء المزارع والتوسع في زراعة القطن. يبقى حيث قام باستصلاح الأراضي الزراعية وإنشاء المزارع والتوسع في زراعة إيه؟ في زراعة القطن. كان لتوقف الكشوف الجغرافية في عهد إسماعيل أسباب طبيعية. هنقول حيث تتمثل هذه الصعوبات في 1 عدم صلاحية معظم الأنهار والبحيرات الداخلية للملاحة وانتشار المستنقعات. 2 ضيق الطرق البرية وكثرة تعرجها وعدم استواء سطحها. 3 انتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة ووجود الحيوانات المفترسة والحشرات الضارة والزواحف السامة. بعد كده معانا غزارة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة. طب لو كان قالك بشرية كنت هتكتب سوء الأوضاع الداخلية بمصر بنهاية عهده لوجود الأزمات المالية والسياسية والاستعانة بالأجانب في الوظائف العليا. ده لو كان طلب منك البشرية، إنما هنا طالب إيه؟ الطبيعية. الصعوبات الطبيعية قلنا 1 و2 و3 و4. 12 ماذا كان يحدث إذا لم يهتم الخديوي إسماعيل بدعم الصناعات التصديرية بالسودان؟ هنقول لم يتوسع الخديوي إسماعيل بزراعة القطن بالسودان. لم يتوسع الخديوي إسماعيل بزراعة القطن بالسودان أو في السودان. طيب السؤال رقم 13 ما العلاقة بين، طبعا من 1 ل3 معانا الإجابات صفحة 29 بكتاب الشرح، وزي ما قلت لكم الإجابة بتكون مختصرة جدا في كتاب الشرح، قصدي في المفكرة وليس في كتاب الشرح عفوا. توسعات إسماعيل في أفريقيا والتقسيم الإداري بالسودان وشرق أفريقيا. السؤال ده مهم، ركزوا معايا. العلاقة هنقول أدت توسعات الخديوي إسماعيل في أفريقيا وضم أراضي جديدة بشرق أفريقيا إلى
قيامه بتقسيم السودان إلى 12 مديرية لكل منها عاصمة، وإنشاء 5 محافظات على الساحل الشرقي لأفريقيا. وأنشأ 5 محافظات أو إنشاء 5 محافظات على الساحل الشرقي لأفريقيا. طب 2، ما العلاقة بين الخديوي إسماعيل وتجارة الرقيق بأفريقيا؟ هنقول العلاقة إن استكمل الخديوي إسماعيل ما بدأ محمد علي باشا وسعيد باشا في محاربة تجارة الرقيق بأفريقيا. تاني، استكمل الخديوي إسماعيل ما بدأ مين؟ محمد علي باشا، ومين كمان؟ سعيد باشا، في إيه بقى؟ في محاربة تجارة الرقيق. طيب السؤال رقم 3، ما العلاقة بين الأوضاع الداخلية لمصر في نهاية عهد إسماعيل وحركة الكشوف المصرية في أفريقيا؟ والسؤال ده مهم. هنقول العلاقة إن أدى سوء الأوضاع الداخلية لمصر في نهاية حكم إسماعيل نتيجة الأزمات المالية والسياسية إلى توقف حركة الكشوف الجغرافية في أفريقيا. 14، قارن بين سعيد باشا والخديوي إسماعيل من حيث الإصلاحات الإدارية بالسودان. هنقول الإصلاحات الإدارية في عهد سعيد باشا قسم السودان إلى 5 مديريات مستقلة تتبع كل منها نظارة أي وزارة الداخلية بالقاهرة مباشرة. نظارة يعني إيه؟ يعني وزارة الداخلية بالقاهرة مباشرة. عزل الموظفين المعروفين بسوء المعاملة، وأمر مديري الأقاليم بحسن معاملة الأهالي وإقامة العدل بينهم. وأنشأ المجالس العرفية من شيوخ القبائل ورؤساء العشائر. في عهد الخديوي إسماعيل الإصلاحات الإدارية قسم السودان إلى 12 مديرية لكل منها عاصمة، وأنشأ 5 محافظات على الساحل الشرقي لأفريقيا. 15، ما الدروس المستفادة من استعانة الخديوي إسماعيل بالأجانب وتعيينهم في الوظائف العليا؟ الدروس المستفادة هنقول عدم الاستعانة بالأجانب. أول كلمة هتكتبها عدم الاستعانة بالأجانب. ليه؟ لأنهم لا يسعون إلا لتحقيق أطماعهم ومصالح دولهم، ويمثلون معوقات بشرية تقف أمام تحقيق المشروعات التنموية بالبلاد. تاني، عدم الاستعانة بالأجانب لأنهم لا يسعون إلا لتحقيق أطماعهم ومصالح دولهم، ويمثلون كمان معوقات بشرية تقف أمام تحقيق المشروعات التنموية بالبلاد. السؤال رقم 16، حرص خلفاء محمد علي على نقل المظاهر الحضارية والمدنية من مصر إلى جميع المناطق الأفريقية التي وصلوا إليها. في ضوء العبارة السابقة وضح 2 من دوافع الخديوي إسماعيل لاكتشاف أفريقيا. هو عايز 2 بس، السهل عليك اكتبها. هنقول 1، استكمال ما بدا محمد علي وسعيد باشا في محاربة تجارة الرقيق. 2، الرغبة في استكمال مسيرة جده محمد علي في مواصلة الكشوف الجغرافية لمنابع النيل الاستوائية. 3، تأكيد الوحدة الجغرافية والاقتصادية بين مصر ودول حوض النيل والشعوب الأفريقية. 4، إيمانه بدور مصر في إدخال الحضارة الحديثة إلى أفريقيا. عايز منك 2 بس، الاتنين السهلين اكتبهم. السؤال 2، إحدى المعوقات البشرية التي أوقفت حركة الكشوف الجغرافية المصرية بأفريقيا. هنقول 1، سوء الأوضاع الداخلية لمصر في نهاية حكم الخديوي إسماعيل. 2، الاستعانة بالأجانب وتعيينهم في الوظائف العليا. طيب 3، أهم إصلاحات الخديوي إسماعيل في الملاحة النهرية بالسودان. هنقول حيث قام ب 1، إصلاح مجرى النيل جنوب وادي حلفة فأصبح صالحا لمرور السفن. 2، إصلاح ترسانة الخرطوم التي أنشأت في عهد مين؟ محمد علي. السؤال رقم 17، أسئلة للتمييز. أول سؤال معانا، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. اتصف موقف سعيد باشا في التعامل مع الضرائب المقررة على أبناء السودان بالمرونة. امتدت أجزاء من الدولة المصرية في نصف الكرة الأرضية الجنوبي نتيجة جهود الخديوي إسماعيل. نتيجة جهود مين؟ الخديوي إسماعيل. 3، عرفت بلاد السودان وسيلة عرفت بلاد السودان وسيلة المواصلات الموضحة بالصورة المقابلة لأول مرة في عهد مين؟ طبعا دي وسيلة المواصلات، يعني دي من الطرق النقل البرية. هنقول في عهد الخديوي إسماعيل. يظهر الاختلاف بين الخديوي إسماعيل وجده محمد علي في السودان من خلال الاهتمام بالبريد والتلغراف. بالبريد والتلغراف. السؤال رقم 18،
حدد الأثر الناتج على رغبة الخديوي إسماعيل في تحقيق الأمن المائي لمصر. هنقول أدى ذلك إلى اتساع النفوذ المصري في أفريقيا وإرسال عدة حملات ورحلات إلى أفريقيا ساهمت في اكتشاف منابع النيل الاستوائية. ساهمت في اكتشاف منابع النيل الاستوائية. حدد أوجه النقد لفترة حكم عباس باشا بالنسبة للتوسع في أفريقيا. هنقول لم يهتم عباس باشا الأول بالكشوف الجغرافية، مما أدى إلى توقف حركة الكشوف الجغرافية بأفريقيا وإهمال تأمين منابع النيل مقارنة بحركة التوسع في عهد كل من سعيد باشا والخديوي إسماعيل. هقول تاني يا حبايبي، لم يهتم عباس باشا الأول بالكشوف الجغرافية مما أدى إلى توقف حركة الكشوف بأفريقيا. حركة الكشوف الجغرافية بأفريقيا وإهمال تأمين منابع النيل مقارنة بحركة التوسع في عهد كل من سعيد باشا والخديوي إسماعيل. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا. يا رب أكون أفدتكم حتى لو ب1%. لو كنت استفدت من الفيديو ما تنساش اللايك، لأن اللايك بيرفع الفيديو على القناة. زي ما أنت استفدت هتساعد إن زميلك يستفاد. وزي ما قلت لكم في أول الفيديو إن هدفي من الفيديو إنك تحل معايا الأسئلة وتتأكد من إجاباتك، وتحل معايا الأسئلة بطريقة مختصرة وسهلة عليك. إنما تدخل تحل الأسئلة من غير ما تفهم شرح الدرس، ادخل على فيديو الشرح بتاعي وافهم الدرس. مش عايز تفهم الدرس من خلالي، افهمه من المدرس بتاعك. زي ما قلت لك افهمه بأي وسيلة، المهم لما تيجي تحل الأسئلة تكون فاهم الدرس كويس. ليه؟ علشان خاطر ما تنساش. وهنا أسئلة كتاب الامتحان متكررة، والتكرار بينبي المخ وبيثبت المعلومة. مع السلامة بناتي وأولادي الأعزاء، إن شاء الله أشوفكم على خير في فيديو جديد.